فيلمنا بيبدأ بحرب ضرب نار، دمار شامل يخليك مش عارف تركز من كتر الإثارة. حالة من التشويق مش هتشوفها غير عند مستر أفلامكو. قبل ما نبدأ اضرب الاشتراك المتين ويلا بينا. ده بقى بوب، قناص محترف في البحرية الأمريكية، عنده مهارة تصويب من مسافات خيالية حرفيا. يعني لو حد عطس جنبه الرصاصة تروح لوحدها تجيب الهدف. بوب بيبقى في مهمة في أثيوبيا ضمن قوات حفظ السلام، لكن الغريب إن المكان هادي جدا، هدوء كده يخليك تقول هو احنا في شغل ولا في مصيف. ومع الملل هو وصاحبه بيحاولوا يضيعوا الوقت بأي هزار وكلام خفيف، قاعدين بقى يهزروا ويألفوا قصص ويضحكوا أو أي كلام بدل القعدة اللي تجيب اكتئاب دي. وصاحبه بيحكي له عن سارة مراته وبيديله جواب يديهولها. الواد ده حبيب قوي. فجأة بيتفاجئ بوب بظهور عربيات كتير ومدفعيات تقيلة في المكان. بتجيلهم إشارة من القيادة بتأكد إن ده هو الهدف، لكن الموضوع شكله كده فيه ريحة خيانة. بيبدأ الاشتباك فورا، بس الضرب عليهم بيبقى جحيم حرفيا. مدفعيات من كل ناحية، طيارات هليكوبتر بتضرب من السماء، وفجأة القيادة بتتخلى عنهم وبتقطع الاتصال بالكامل كأنهم اترموا للموت. خلال الاشتباك شريك بوب بيموت برصاص الطيارات قدام عينه. اللحظة دي بتكسر أي حاجة جواه وبيتحول لوحش، وبكل غضب بوب بيرد عليهم وبيفضل يضرب بلا رحمة لحد ما يسقط الطيارة. انتوا جايين لمين؟ ده أنا بوب يا نايمين. لكنه بصراحة بعد اللي حصل ده وإنه فقد أعز صاحب ليه، اتعقد من الدنيا كلها وقرر إنه يعتزل الشغلانة دي بقى، بل إنه اعتزل العالم كله وراح عاش في الجبال. تعالوا دلوقتي نروح على مقر المخابرات الأمريكية. بنشوف العقيد جونسون، وده بقى ضابط مخضرم ومهم جدا في المخابرات، ومعاه ميدالية الشرف من الكونجرس الأمريكي. الميدالية شرف ده ما عندوش شرف أصلا. بنشوفهم بيمسكوا القضية بتاعت بوب، ولما بيدور في تاريخ المهمات بتاعته بيعرف ان القيادة بتاعته اتخلت عنه في اخر مهمة ليه هو وفريقه مع قوات المعارضة، وانهم سابوا فريقه كله يموت وما فضلش غيره، وبيعرف ان ده سبب اعتزاله للشغل والدنيا كلها. بنشوف العقيد جونسون بيروح له هو وفريقه وبيعرفوا انهم محتاجينه في مهمة امن قومي بتهدد البلد، لكنه بيرفض طلبه ده وبيعرفوا انه اعتزل من زمان. هنا بقى واحد من الحراس اللي مع جونسون بنشوفه بيسحب عليه السلاح، قال يعني بيهدده، وبنشوف بوب بكل هدوء بيقول له انه لو عملها هيدفنه مكانه. امال يعني انت جاي تسحب سلاحك على اقوى قناص في البحرية الامريكية وفي بيته كمان؟ هنا بقى جونسون كان لازم يجر ناعم، وبنشوفه بياخد بوب بعيد عنهم وبيقول له ان في محاولة لقتل الرئيس وانهم عاوزينه يرسم لهم خطة لقتل الرئيس، وده بما انه قناص محترف واكيد هيفكر نفس تفكير القاتل بالظبط، وبكده يعرف المجرم ده بيخطط ازاي ويتفادوا ضربته وينقذوا الرئيس. طب وليه اللف والدوران ده؟ ما تحموا رئيسكم وخلاص. جونسون بيعرفوا ان جات لهم معلومات ان القاتل هيصوب على الرئيس من على بعد ميل، ودي طبعا مسافة كبيرة جدا، وعلشان كده عاوزين بوب يرسم لهم خطة ويعرفهم الميل ده ممكن يكون من انهي ناحية، علشان يعرفوا القناص ممكن يقف فين بالظبط ويقبضوا عليه قبل ما ينفذ مهمته القذرة دي. طبعا بوب ما يخصوش الرئيس ولا تخصه البلد اصلا، عاوز يعرف بقى هو هيستفيد ايه من كل ده. طبعا العقيد كان لازم يديله حتة كده، دي بلدك ولازم تحميها جوه وبره، وبعدين يا راجل ده انت اقسمت على حمايتها، هتوقع حلفانك يعني؟ لا بصراحة كلامه أثر في بوب ووافق على طول. بيبقى معجب جدا بعربيته الغريبة وبيطلب منه يصور الموتور بتاعها عشان عاوز يجيب واحدة زيها، وطبعا ابن اللئيمة ده كان بيصور نمر العربية. وبعدها بقى بوب بدأ يشتغل وجاب السلاح بتاعه وقاعد يرسم خطة مع نفسه علشان يعرف ازاي هيصوب من على بعد ميل، وازاي هتكون زاوية القنص والقناص نفسه هيقف فين. وبعدها بقى بيرجع أسلحته مكانها وبيروح على قصر الرئاسة وبيفضل يلف في المكان علشان يدرسه كويس ويعرف القناص اللي هينفذ الضربة دي ممكن يقف في أي اتجاه، ويا ترى هيكون مواجه لأنهي جهة للقصر. أخيرا قدر يستنتج إن أنسب مكان هيكون فيه هو فيلادلفيا، لأنها فيها مباني عالية كتير، ودي بقى أحسن فرصة للقناص ممكن يضرب منها. وطبعا علشان بوب قلبه أبيض وطيب وبيحب بلده ما يعرفش إنهم ولاد لذينة وبيورطوه. جونسون بقى لسه بيحمسه وبيقول له إنهم ما يقدروش يحموا الرئيس من غير توجيهاته طبعا، وعلشان كده لازم يكون معاهم لحد ما جولة الرئيس تخلص ويخلصوا من الخطر اللي بيهددوا ده. بعدها بنشوفهم في غرفة المراقبة، بيدخل عليهم الضابط تيمونز، وبوب بياخد باله ان مسدس تيمونز خارج بره الجراب بتاعه، وده طبعا بيكون معناه انهم حاسين ان في خطر مفاجئ ممكن يحصل، علشان كده واخدين وضع الاستعداد. والوقت ده بقى بيبقى وقت خطبة الرئيس. بنشوفه واقف على المنصة وجنبه رئيس دولة أثيوبيا. بيبدأ القناص يحدد مكان الرئيس، وبوب بيعرفهم ان ده هو الوقت والمكان المناسبين للقتل. قبل ما يكمل كلامه تيمونز بيضربه بالنار. في نفس اللحظة دي الرئيس بيتصاب
وباب بيبقى مصاب لكنه بينط من الشباك وبيجري، وبنشوف تامونز بيضرب عليه نار تاني بس لحسن الحظ ما بيقدرش يصيبه. بيهرب باب بسرعة، لكن الكارثة بقى انه بيلاحظ ان الكل بيجروا وراه وكأنه هو اللي قتل الرئيس بجد. وطبعا باب مصاب وبيجري ويستخبى بينهم وهو مش فاهم حاجة ولا فاهم بيعملوا معاه كده ليه. بنشوفهم بيجيبوا السلاح بتاعه وبيفرغوا منه طلقة، وقال يعني هو اللي اغتال الرئيس. ايه ده، هما مش كانوا جايبينه علشان يحميه؟ بنشوف باب وهو بيجري وهو مصاب ومش عارف يروح فين بعد ما ولاد الغدارة دول غدروا بيه. هنا بيلاقي ضابط شرطة، بنشوفه بيضربه وبياخد منه العربية وبيعرفه ان الضابط تامونز هو اللي قتل الرئيس وانه بريء. بياخد باب العربية وبيروح على مغسلة العربيات، بيطلع شنطة الإسعافات الأولية وبيعالج نفسه وبيلف الجرح وبيحط عليه بلاستر وبيستخبى في المغسلة. طبعا جونسون مش شاغل باله بيه لأنه متأكد إنه هيموت في خلال ربع ساعة بالكتير قوي، وده لأنه بينزف جامد، لكنه ما يعرفش إن باب جامد وقف النزيف ولف جرحه كويس. بس هيعمل إيه في جرحه منك يا جونسون؟ عربيات الشرطة بتبقى بتطرده، وأخيرا بقى فهم اللعبة وإنهم قتلوا الرئيس وشايلوه هو الشيلة، وده طبعا بعد ما خطط ورسم وقال عشان البلد قال. بنشوف عربيات الشرطة بتحوطه من كل اتجاه ومفيش مخرج. طبعا مش هيستسلم كده بسهولة ويسيبهم يحاكموه وهو بريء. بنشوفه بيهرب من عربيات الشرطة وبينزل في النهر، وبعدها بقى فتشوا عليه النهر حتة حتة، لقوا العربية بس ما لقوهوش وكأنه فص ملح وداب. بعدها بنشوفه بقى متعلق في مركب صيد. لما بيوصل للشط بنشوفه خد عربية من المرسى ومشي بيها، بس يا ترى هيكون ناوي على ايه؟ وهل هيقدر يخلص من المصيبة اللي هو فيها دي ولا لا؟ طبعا كل قنوات الأخبار كانت نشرة صورته وفاتحة أمه وعاملين لقاء مع البطل تيمونز اللي ضرب نار على المجرم اللي قتل الرئيس. لا يا راجل، FBI وكل القيادات اتهموا ممفيس الضابط اللي باب ضربه واخد عربيته انه هو السبب لانه سابه يهرب. وبنشوف باب بيروح على سوبر ماركت وهناك بيشوف صورته ماليه الاخبار وانه اغتال الرئيس، وعلشان كده بيدخل على الكهرباء بتاعت السوبر ماركت وبيفصلها عشان الست ما تشوفوش. وفعلا فكره صحيحه، بيشتري وبيمشي من غير ما حد يشوفه. بيدخل لحمام عمومي علشان يعالج الجرح اللي كان بدأ ينزف من تاني، وبنشوفه بيدهن وشه بماده كده علشان يتخفى. بيمشي بعربيته وبيروح على مدينه تانية، وطبعا بيكون رايح لسارة حبيبة ديفيد اللي كان معاه في مهمة أثيوبيا، وبيطلب منها تعالجه بما إنها ممرضة، وبتعرفه إنه صوره مالية الأخبار كلها وإنه ما قتلش الرئيس ولا حاجة، وإنه مفوض رئيس أثيوبيا هو اللي مات. في الأول بترفض إنها تساعده وبتبقى خايفة منه، لكن بعد إصراره بتوافق وبتطلب منه يشيل عربيته يوديها الجراج الأول بدل ما حد يشوفها ويعرف إنه هنا. بيرجع لها تاني وبيديله لستة بالطلبات اللي هتحتاجها، وبيعرفها إنها تنزل تشتريها علشان تخيط له الجرح وتعقمه له. طبعا عشان الأمان ما تشتريش الطلبات دي كلها من نفس المكان عشان ما حدش يشك فيها. تعالوا دلوقتي نرجع للاسم، وبنشوف ممفيس بقاله يومين ما نامش وعايز يفك لغز الجريمة دي. بيحكي لزميلته إن باب عمره في حياته ما أخفق في هدفه، وإنه بيضرب طلقات جنب بعض بالملي، ما فيش ما بينها أكتر من ملي أو ملي ونص، ومع ذلك ما قدرش يصيب هدفه وهو الرئيس، وصاب مفوض إثيوبيا اللي كان واقف بعيد عنه بمتر ونص. في حاجة غلط في القضية ومحدش فاهمها. بعدها بيشرح لها إن القناص عمره ما يبين نفسه أو بندقيته، مع إن تيمونز قال في تصريحاته إنه شاف ماسورة البندقية خارجة من الشباك، وعلشان كده جري على باب وضرب عليه رصاص، علشان كده لازم يقابل تيمونز ويفهم منه اللي حصل. طبعا ما بيكونش عارف إن تيمونز اتقتل امبارح بالليل وهو ماشي في الشارع واتأيدت ضد مجهول، وأكيد دي حادثة مدبرة علشان ما حدش يقدر يعرف اللي حصل مع الرئيس. في الوقت ده بنرجع تاني لباب وبنشوفه بيعرف سارة إنها تنظف له الجرح وتعقمه، وبعدها بقى تخيط على نظافة. بعدها بيشم مادة كده بتخليه يغمى عليه علشان تشتغل براحتها. أما ممفيس فبيروح للمكان اللي اتضربت منه الرصاصة ومش هيسكت غير لما يعرف إيه اللي حصل بالظبط. بتشوف جونسون ومش مكفيه كل اللي عمله وعاوزهم يجيبوا له باب لأنه متأكد إنه عايش. هنا باب بيفوق وبيعرف من سارة إنهم قتلوا كلبه، وطبعا كله عنده إلا الكلب ده مربيه من وهو صغير، وحياة أمهم ما يسكت لهم ولازم يفضحهم ويبين كذبهم قدام العالم كله. بنشوف سارة بتغير له على الجرح علشان عاوز يتحسن بسرعة ويروح ينتقم بقى، مش هيفضل نايم في البيت كده، وبيشكر المزة إنها أنقذت حياته، وطبعا بيقول لها إن إيديها خفيفة قوي، وبيسألها إذا كانت مرتبطة بعد وفاة ديفيد ولا لأ. طبعا سارة بتعرفه إنها لسه سنجل وكده لو حابب يعني يرتبط بيها ولا حاجة، لكنه بيعرفها إنه لازم يمشي عشان خايف عليها. بعدها بقى سارة بتجيب له البندقية اللي حيلتها وبتديها له علشان ينتقم منهم بيها. بتسأله عن السبب اللي خلاه يساعد ناس زي دول، وبعدها ورطوه كده. هنا بقى باب بيعرفها انه وطني زيادة عن اللزوم، وعلشان كده اي حاجة تخص البلد مش بيقدر يتأخر، وهم بقى دخلوا له من الحتة دي وبيطلب منها تساعده، وسارة طبعا بتوافق فورا. بيطلب منها تروح مقر الاستخبارات وهناك تطلب مقابلة العميل الفيدرالي وتبلغ عنه وتديله مواصفات العربية اللي سرقها وهرب بيها. طبعا كل ده علشان يطلع جونسون من مخبأه ويقف له كده راجل لراجل، بيأكد عليها انها ما تغلطش علشان ما يقبضوش عليها، لانهم لو قبضوا عليها هو هيروح ويسلم نفسه.
فعلا بتروح وبتنفذ اللي قالها عليه بالحرف الواحد وبتمشي. هو بيبقى مراقبها من بره، وهنا العساكر بيشتبهوا فيه، ولما بيطلبوا منه يشوفوا بطاقته بيضربهم وبيجري. اما منفس فبيدخل لأوضة المعلومات الفيدرالية علشان يعرف معلومات اكتر عن القضية ويعرف الطلقة دي اتضربت منين وازاي، لكنه طبعا مش بيقدر يوصل لأي حاجة. في الوقت ده بقى جونسون بيبقى قالب الدنيا على باب، بيعرفوه ان محدش شافه من ساعة تنفيذ العملية غير شرطي واحد بس اسمه منفس. وطبعا زي ما باب خطط انهم هيدوروا عليه علشان يلاقوه، بيروحوا بيخطفوا منفس وبيعذبوه وبيأمروه انه يضرب نفسه بالرصاص، وطبعا بيرفض. هو العمر بعزقه ولا ايه؟ لكنهم بيعرفوه انه مش بمزاجه، ده كمان كاتب رسالة انتحار بخط ايده ولازم ينتحر، يعني لازم ينتحر. قبل ما يضربوه بالرصاص في حد بيضرب عليهم من مكان بعيد وبيصيبهم واحد ورا التاني وبيقضي عليهم كلهم. وطبعا طالما بيصيب من مسافة بعيدة كده ونشانه ما بيفوتش، يبقى ده باب أكيد. بيدخل وبينقذ منفس وبيبقى مستغرب من الطريقة اللي كانوا عاوزين يموتوه بيها، وباب بيطلب منه يساعده يرموهم في المية، مع انه كان نفسه يخلي واحد منهم ما يموتش، لكن يلا نصيبهم كده بقى. منفس بيعرفه ان اللي حصل له ده بسببه، وعلشان كده بينصحه يسلم نفسه ويشوف له محامي كويس بقى علشان يثبت انه ما قتلش مفوض اثيوبيا. لكن باب بيرفض، ازاي يعني يسيبهم بعد ما قتلوا الكلب بتاعه؟ هنهرج ولا ايه؟ منفس بيعرفه ان البلد فيها حكومة وفيها عدل واكيد هيقفوا جنبه. منفس ده شكله عبيط، ما يعرفش ان الناس دي حتى لو فرضا اتقبض عليهم هيرجعوا تاني وتالت ورابع مع تغيير بسيط في الاسماء، وساعتها هيضحوا بكام موظف غلبان وخلاص. بيسأله إذا كان مستعد يساعده ولا يمشي ويسيبه، ما هي مش ناقصة وجع دماغ بقى. منفس بيعرفه إنه كان عنده اجتماع مهم جدا هيحددوا فيه إذا كان هيفضل في الخدمة ولا لأ، وده بسبب سوء سلوكه المهني. إنما دلوقتي خلاص بقى، طالما ما راحش الاجتماع أكيد اترفض، وخصوصا إن مفيش أي دليل إنه كان مخطوف لأنه قتل اللي خاطفينه، فدلوقتي خلاص بقى معاه غصب عنه. بعدها بتشوف واحد من رجالة جونسون بيروح له وبيعرفه إن الضابط الفيدرالي اللي اسمه منفس قتل الثلاثة اللي كانوا خاطفينه، وإنه ضرب عليهم رصاص من مسافة 100 ياردة ببندقية. هنا بقى جونسون بيعرفهم إن اللي عمل كده مش منفس، واللي عملها هو باب. طبعا مش عارفين منفس راح على فين، حتى مكتبه مرجعش عليه. هنا بقى بيدخل مدير مكتب جونسون وبيعرفوا إنهم بحثوا عن باب كويس جدا، وعرفوا إنه بيبعت ورد كل سنة لأرملة صاحبه اللي مات في إثيوبيا واسمها سارة، وجابوا عنوانها كمان. بيعرفوا إنها الوحيدة اللي ممكن باب يثق فيها، وجونسون بيأمرهم يروحوا ويجيبوها له. طبعا بيبقوا عارفين إن الوضع ساء على الآخر. أما باب فبياخد منفس وبيروحوا على ولاية تينيسي، ودي بقى بيسموها ولاية محبي إطلاق النار. بيروحوا الواحد كان أفضل وأقدم صانعي الأسلحة في شرق المسيسيبي كله، وده بقى أسطورة يعرف الأسلحة أكتر ما بيعرف اسمه. بنشوف باب بيسأله هل ينفع الرصاصة بعد ما تطلع من البندقية يقدروا يشوهوها ويغيروا شكلها عشان تبان إنها من بندقية تانية. هنا بقى الأسطورة بيأكد له إن ده ينفع جدا. لما باب بيسأله إذا كان يعرف شخص يقدر يصيب الهدف على بعد ميل ونص أو أكتر، الراجل بيعرفه إن واحد بس هو اللي يقدر يعمل كده لكنه عمره ما شافه، وهو باب لي سواجر. بعدها بيحكي له عن مجرم اسمه ميكاليو، وده بقى محدش قدر يموته أو حتى يمسكه، وكل مرة كان بيهرب بعد ما يعمل دمار في المكان ويموت كل اللي فيه. طبعا باب بيكون عارفه، وهو الراجل اللي كان بيشوفه مع جونسون وبيمشي على عكاز وبيمشوا بعدها من عنده. منفس بيتصل بالشرطية زميلته وبيطلب منها تجيب له معلومات عن ميكاليو، لكنها بتعرفه انه غلطان وانه بيورط نفسه في حاجات مش المفروض يتورط فيها. تعالوا دلوقتي نروح لجونسون وبنشوفه بيعرف ميكاليو ان باب مش هيسكت غير لما يلاقي القناص اللي حاول اغتيال الرئيس، وعلشان كده هيسلموه له علشان يأثروا عليه المسافة. في الوقت ده بقى هيقدروا يمسكوا باب وهيستعملوا القناص كطعم. بيروح جونسون وبيقابل السيناتور وبيعرفه أبعاد اللي بيحصل، بيشرح له كمان إن باب ده ناجي من عملية إثيوبيا، وبنعرف هنا إنهم غدروا باللي كانوا في إثيوبيا وخلصوا عليهم، وطبعا نجاة باب دي كانت غلطة منهم، وعلشان كده لازم يصلحوا غلطتهم دي ويخلصوا على باب. في الوقت ده بتشوفهم بيروحوا علشان يخلصوا على سارة، لكن على مين يابا؟ المزة بتضربه بالنار وبتقضي عليه، إنما التاني واحد بقى بيغدر بيها وبيدخل لها من وراها وبيحط المسدس في دماغها وبيقول لها هاتي بس المسدس اللي في ايدك ده لحسن يعورك. بيسألها عن باب. أما باب في الوقت ده فبنشوفه بيشتري طلبات وبيعمل بيها قنابل وأسلحة علشان يواجه بيها الحكومة، وبنشوفه بيعلم منفس التصويب على مسافات بعيدة. أما سارة فبتكون لسه الحيوان ده بيعذرها علشان تعترف على مكان باب. وهنا بقى بنشوف باب بياخد منفس وبيروحوا على بيت ميكاليو وبيقتل كل الحراس اللي عنده وبيدخله لحد أوضة مكتبة، وبيطلب منه يعرفه اسم جونسون الحقيقي ويقول له هو بيشتغل لحساب مين وليه تعب نفسه كل ده في اغتيال مفوض إثيوبيا. طبعا ميكاليو بالتأكيد هو اللي ضرب عليه النار، وطبعا لو معرفش يجاوب على الأسئلة دي يبقى ملوش لازمة عنده وهيخلص عليه. هنا ميكاليو بيعرفه انه فعلا ما يعرفش اسم جونسون الحقيقي لانه بيغير اسمه بعد كل عملية، وانهم كانوا المفروض يخلصوا عليهم زي ما خلصوا على تيمونز
وبكده تخلص العملية ولا من شاف ولا من دري. في الوقت ده ميكاليو بيشوف الشرطة وهم بيحوطوا البيت، علشان كده بيفضل يحكي مع باب علشان ما ياخدش باله ويجوا يقبضوا عليه. بيعرفوا انه بيواجه عصابة كبيرة وصعب حد يقطع راسهم مرة واحدة، وصعب جدا يقطع راسهم مرة واحدة، علشان كده احسن له يبعد. هنا بقى منفس بيبلغوا انهم موجودين في كل مكان وبيقربوا منه، اما ميكاليو فبيعرفوا انهم وصلوا لسارة، وبيطلع مسدسه وبينتحر، او بدل ما حد يقتله وفر وخلص على نفسه. بيهرب باب قبل ما يهجموا عليه، لكنه للاسف مش بيلحق وبيدخلوا له 2 وبيخلص عليهم. بيعرف منفس انه بيفجر انابيب الغاز اللي محوطين بيها البيت، وبيخرج لهم بقى باب في وسط الغاز والدمار وبيشتبك معاهم وبيضرب عليهم نار. التفجيرات بتبقى لسه مستمرة، ومنفس كمان بيساعدوه وبيضرب عليهم نار. هنا بقى بتيجي مروحية وبتضرب عليهم رصاص من السماء، وباب بيرجع بالزمن وبيفتكر اللي حصل في أفريقيا، وبيفجر أنبوب الغاز وبيفجر بيه الطيارة وبينقذ نفسه وصاحبه من الموت. بعدها بيكلم جونسون بيساوموا على تسجيلات ميكاليو اللي بيعترف فيها عليه، وبيعرفوا انه هيسلموا التسجيلات في مقابل انهم يدوا له سارة. فعلا جونسون بيروحوا معاه سارة والسيناتور كمان، وشكلهم عاملين مصيدة لباب. بمجرد ما بيظهر بيضربوا عليه نار وبيتصاب وبيقع على الارض، لكنهم بيكتشفوا انه مش باب وان ده كمين، وفجأة بيضرب طلقة على اللي ماسك سارة وبيقطع صباعه، وبعدها بيضربه في دراعه وبيقطعه له، وطبعا تصويباته كلها في محلها وما بتخيبش لحظة. في الوقت ده بيبقى بعت جواب للشرطة الفيدرالية بيعرفوا بمكانهم، وطبعا بيسلم جونسون تسليم أهالي. هنا بقى بيظهر لهم باب ومعاه منفس، بنشوف السيناتور بيعرض عليه يشتغل معاهم. بتوصل الشرطة الفيدرالية وجونسون بيعرفوا انه كسب الرهان ومحدش هيخسر غيره، لانهم هيسجنوه ويعدموه، وخصوصا ان السلاح اللي قتل به المفوض لسه موجود وعليه بصماته كمان. فعلا بيمشي جونسون والكل متأكد انه هو اللي قتل المفوض الاثيوبي، لكنهم طبعا مش عارفين يمسكوا عليه دليل. الشرطي بيفك قيود باب وبيؤمر بإطلاق سراحه هو كمان، وبنشوف جونسون والسيناتور بيضحكوا وبيشتموا في الحكومة وبيحتفلوا بالقضاء على باب لأنهم من بكرة هيسيبوا البلد. لكن باب مش هيسيبهم، وبيصيب واحد من رجالتهم وهو قاعد وسطهم وبيفجر عربياتهم علشان كمان ما يعرفوش يهربوا، وبيخلص على كل رجالتهم. وبعدها بقى بيدخل لهم علشان يحقق العدالة بنفسه، وبيخلص على السيناتور وجونسون كمان. وبعدها بيكسر ماسورة الغاز وبيمشي علشان يسيب البيت كله بيتحرق، وبيمحي بكده أي بصمات أو دليل على إنه دخل أو خرج عندهم، وبيعاملهم بمعاملتهم، وبياخد سارة وبيمشوا. وهنا بيخلص فيلمنا. أتمنى يكون عجبكم، اعملوا لايك واشتركوا في القناة وفعلوا الجرس علشان توصلكم كل ملخصاتنا الجديدة أول بأول. سلام.